السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من نهوبة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الفانوس الجميل ده بوجي وهو لابس الجلابية البيضة. يا رب يعجبكم. طريقته جميلة وبسيطة وسهلة جدا. اي حد حابب يعمل حاجة بايده لاطفاله يعملها بالطريقة ديت. نبتدي، يلا هقولكم هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجة احنا معانا خرز ضرس مقاس 8، اللون الابيض واللون الاصفر واسود، وهنا عشان نعمل الزراير باللون البني، ومعانا اللون الاحمر. اول حاجة هنبتدي ببركة بسم الله. هنعمل ايه؟ هناخد قطعة من الخيط بالشكل ده. طبعا كلنا في الفيديوهات اللي فاتت احنا عرفنا الغرزة الرباعية بتتعمل ازاي. انا هنا كده هبتدي احط 4 خرزات من اللون الابيض، وهوسطن الخيط بالشكل ده بالطريقه دي كده. معايا 4 خرزات. طرف الخيط اليمين انا في اول خرزه من هنا باخدها كده وبعكسها بالشكل ده، ان هي بتعمل معانا حلقه بالطريقه دي بالشكل ده كده. باخد طرف الشمال وبدخلها في الحلقه بالشكل ده، وببتدي اشد الخيط بتاعنا. بقت معانا غرزه رباعيه بالشكل ده. هنا كده انا عايزه اعملها كم مره؟ انا هنا عملتها 4، عملتها مره واحده. هبتدي اعملها كمان 5 مرات، لان انا عايزاها تكون صف متكون من 6 غرز رباعيه. هبتدي في طرف الخيط اليمين بحط خرزتين، وفي اول خرزه زي ما احنا متعودنا هنا بدخل الحلقه كده، بعمل العقده في طرف الخيط اللي من ناحيه الشمال. بحط كمان خرزايه باللون الابيض. انا هنا كله هشتغل دلوقتي كله باللون الابيض بالطريقه دي كده واشد. اهم حاجه ان احنا نتاكد ان الشغل بتاعنا مظبوط ومشدود كويس جدا بالطريقه دي كده. بصوا شكلها هنا عامل معايا ازاي. هعمل كمان واحده معاكم. هدخل في طرف الخيط اليمين خرزتين واشد الخيط كده بالشكل ده، وفي اول خرزه من نفس طرف الخيط اللي معايا باخدها وبعمل الحلقه بالشكل ده كده. طريقتها سهله جدا. باجي في طرف الخيط الشمال بقوم حاطه خرزه وباخد الطرف دوت بدخلها في الحلقه اللي احنا عملناها بالشكل ده واشد الخيط. بقت معانا كده. هعمل كمان 3 مرات بالطريقه دي وهوريكم هنعمل ايه. كده انا عملت كام مره؟ 1 2 3 4 5 مرات. طبعا طرف الخيط الشمال اللي كنا بنحط فيه خرزه واحده، هبتدي هنا اعمل ايه؟ هحط في طرف الخيط الشمال 3 خرزات عشان اطلع للدور التاني بالشكل ده، واقفل الحلقه بتاعتي. الطرف التاني انا محطتش فيه اي حاجه، وبعمل العقده بالطريقه دي. هوريكم هتطلع معانا ازاي في الدور اللي بعده. اهي بقت معانا بالشكل ده. فتله الخيط خارجه من اول خرزه فوق بالطريقه دي. هنا هعمل ايه؟ هحط 3 خرزات في الطرف اليمين، وهعمل الحلقه في
في اول خرزة عشان تقفل معانا بغرزة رباعية بالشكل ده، واشد الحلقة. بقت بالطريقة دي كده، سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة. الخرزة اللي جنبها انا بقوم مدخلة طرف الخيط اللي من ناحية تحت، ماليش دعوة بطرف الخيط اللي من ناحية فوق، بدخلها في الخرزة اللي جنبها بالطريقة دي. في البداية انا حطيت 3 خرزات، هنا لا انا مش هحط 3 خرزات، انا هعمل ايه؟ هقفل بخرزتين عشان تقفل معانا بغرزة رباعية بالشكل ده. احط خرزتين بالشكل ده، وهعمل الحلقة بتاعتي. انا هعمل معاكم الدور دوت وهنكمل مع بعض، هوريكم احنا هنعمل ايه. اهي بشد الحلقة كده بالشكل ده، هرجع ادخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزة. بصي هي بتبقى جنب الخرزة على طول، بصي شكلها هنا عامل ازاي. بدخل طرف الخيط كده. احنا هنا كده هنعمل بوجي وهو لابس الجلابية البيضة، للي حابب يعمل للاطفال بالشكل ده كده، وهتبقي مبسوطة ان انتي عملتي حاجة بايدك وحاجات جميلة بالطريقة دي بالشكل ده كده اهو. كده فاضل لي 3 خرزات. اهم حاجة ما تتلخبطيش في العدد عشان الشغل يطلع معاكي مظبوط بالشكل ده. وهرجع اقفل الحلقة بالطريقة دي كده. هنا برضو هقفل بخرزتين بالشكل ده. طبعا لو رجعتوا فيديوهاتي اللي فاتت هتعرفوا الطريقة دي عاملة ازاي. للي ما شافش الفيديوهات قبل كده يرجع لطريقة الفيديوهات من البداية. هقفل الخرزة وان شاء الله هعمل لكم. انا النهارده بنعمل بوجي، ان شاء الله هنعمل طريقة عمل طمطم، طريقته سهلة وجميلة. انا هنا جيت عند اخر خرزاية بدخل فيها الخيط. طبعا انا كنت بحط الخيط في الطرف اللي فوق، لا انا بحط الخيط المرة دي من الطرف اللي تحت عشان اطلع للدور اللي بعده. بلف الشغل بتاعي بالشكل ده، بحط خرزتين 2. انا ال3 خرزات دي ما بحطهاش غير في اول بداية عشان الشغل يبقى مظبوط، وبعد كده بكمل بخرزة اهي. باخد العقدة وبدخلها كده اهي بالشكل ده. انا كده عملت دورين، هعمل كمان 5 ادوار بنفس الطريقة كده، هيبقى معانا 7 ادوار. هعمل 5 ادوار وهرجع لكم. وهنا كده انا عملت 7 صفوف بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنا انا هبتدي اعمل ايه؟ اول حاجة بحط 4 خرزات. انا هعمل هنا غرزة تزايد. طبعا كلنا عارفين التزايد ده احنا بنعمله ازاي. كده 4 خرزات اهيت، للي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت. في طرف الخيط اللي من ناحية بره باجي في اخر خرزة من هنا وبعكس اهي، بس عشان كده تبقى واضحة معاكم. ماليش دعوة بال3 خرزات اللي قدام. باخد اخر خرزة اللي هي من ناحية الخيط وباخد نفس طرف الخيط وبقوم عكساها في قلبها كده، ادخلها كده بالشكل ده واشد واحدة واحدة كده الخيط. بصوا بتتعمل معانا ازاي كده
بالطريقه دي اهي. بصوا بالشكل ده، هي هتتثبت معانا اكتر لما نعمل الغرزه التانية. بحط خرزتين من اللون الابيض بالشكل ده وبشتغل عادي بالطريقه دي كده. طبعا ما نقفل ديت الشغل كله هيتثبت معانا. بصوا بصوا الشكل هنا عامل ازاي اهي اهي كده بقت واضحه. بصوا انا شكلها بقت كده. هعمل كمان مره اتنين باللون الابيض. احنا هنا كده هنبتدي نعمل الزراير بتاعت الجلابيه، بس بعد ما احط الخرزتين اللي باللون الابيض بالشكل ده واشتغل عادي زي ما انا موعداكم بالطريقه دي كده اهي بالشكل ده كده. واخد الطرف الخيط اللي من تحت ادخلها في الخيط واشد. اهم حاجه تثبيت الشغل بالطريقه دي. رابع مره هنعمل ايه؟ انا هنا هحط خرزه من اللون الابيض وخرزه من اللون البني، طبعا حسب ما انتم حابين الالوان دي، حاجه ترجع لكم. بس اساسا هنا عشان انا بعمل الجلابيه باللون الابيض واللون الاصفر اساس، لكن انتم ممكن لكم حريه الاختيار في اللون اللي هو بتاع الزراير. كل واحد حسب اللون اللي هو بيحبه. وشد الخيط بتاعي بالطريقه دي كده اهي بقت بالشكل ده. والشكلها عامل ازاي؟ انا ماشيه معاكم خطوه خطوه كده عشان ما يبقاش في حاجه صعبه معاكم. باخد طرف الخيط اللي من تحت بدخلها في الخرزه اللي جنبها بالشكل ده وبحط خرزتين من اللون الابيض واقفل الشغل بتاعي بالشكل ده واشد الخيط بالطريقه دي كده. هاجي في طرف الخيط اللي جنبها برضه هحط خرزتين من اللون الابيض ماشي بالشكل ده وهقفل الشغل بتاعي بالطريقه دي بالشكل ده كده وهقفل الخرزه بتاعتنا بالشكل ده كده. انا هنا فاضل معايا خرزه واحده. طبعا انا مش هستكفي على الخرزه الواحده دي لان انا هنا في البدايه عملت تزايد. ادخل هنا برضو لازم في النهايه برضو بعمل تزايد زي ما ابتديت بالشكل ده. احط برضو في نفس طرف الخيط اللي من فوق دوت خرزتين باللون الابيض بالطريقه دي وهقفل الشغل بتاعي بالشكل ده. بصوا بقى كده هنا الخيط طالع معانا منين؟ من تحت. بلف الشغل عشان انا قلت عمليه تزايد في طرف الخيط اللي هو طالع معانا من تحت ده. انا بحط 3 خرزات عشان اطلع للدور اللي بعده، يبقى انا كده عملت التزايد بتاعنا بالشكل ده وهقفل معانا بالطريقه دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا هنا شكلها عامل ازاي، سهله جدا وما فيهاش اي حاجه اهي بالطريقه دي.
هبتدي اعمل ايه تاني؟ نفس اللي انا عملته في الدور اللي فات دوت هعمله برضو بالطريقة دي. هبتدي اعمل ايه هنا؟ هنا كده انا مش هعمل تزايد، انا هحط في طرف الخيط ده 3 خرزات من لون الابيض بالشكل ده، وهقفل الشغل بتاعنا اهي كده. باخد طرف الخيط بحطها في الخرزة اللي جنبها بالشكل ده، وهقفل بخرزتين من لون الابيض بالشكل ده كده. هقفل الشغل بتاعنا بالطريقة دي. هرجع كده انا فاضل معايا خرزتين. الخرزة اللي جاية دي رقم 3، بحط برضو خرزتين من اللون الابيض. طبعا هي هتختلف معانا في الخرزة رقم 4. ليه؟ عشان انا لازم زي ما ابتديت الدور اللي تحت اعمل الدور اللي فوقيه بالشكل ده عشان الشغل يبقى مظبوط معايا. ادي اخر الخرزة رقم 4، بدخل طرف الخيط اللي من تحت فيها بالشكل ده وبشد الخيط. هنا بعمل ايه؟ بحط خرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون البني، خرزة من اللون الابيض وخرزة من اللون البني بالشكل ده، وهقفل الخرزة بتاعتنا اهي بالشكل ده. بص شكلها بقى عامل ازاي، ابتدت توضح معانا. هكمل باقي الدور باللون الابيض وهطلع للدور اللي بعده هعمل نفس النظام، هعمله وهرجع لكم. بصوا هنا كده انا عملت ال3 ادوار بالشكل ده. شكلها واضح ازاي. بعمل ايه هنا بعد كده؟ طبعا اللي الخيط خلص معاه بيبتدي يحط خيط من الاول وجديد من الطرف ده. اللي الخيط ما خلصش معاه بيلف الايه الخيط بالشكل دوت زي ما انا هعمل ما بين الخرز كده الطريقه دي كده عشان اطلع للخيطه اللي بعدها بالشكل ده. بص انا طلعت منين؟ من هنا باخدها بقوم خارجه بيها من الخرزه اللي جنبها. طبعا ده كله انا بفردة خيط واحده بس. التانية دي بقوم نازله من الخرزه اللي جنبيها كده على طول بالشكل ده بالشكل ده كده، وبرجع ادخلها في الخرزه اللي جنبها واقوم طالعه من الخرزه اللي فوق. حابين تقطعوا خيطه وتبتدوا من اول وجديد بعد ما تثبتوا الشغل براحتكم. اللي مش عارف يعمل كده كده. انا طلعت منين؟ الخيط بتاعي طلع من الخرزه التانية مش من الاولى. ليه؟ لان انا هنا كده هشتغل عمليه تناقص. هنا هعمل ايه؟ هحط 3 خرزات من اللون الابيض بالشكل ده، وهقفل الشغل بتاعي بالطريقه دي كده اهي كده، واثبت اهي بالشكل ده. بصوا جت ايه عمليه تناقص ازاي. باخد هنا كده انا عملت غرزه رباعيه من اللون الابيض، واقوم حاطه هنا ايه بقى خرزه من اللون الاصفر وخرزه من اللون الابيض. بعملها 4 مرات بالشكل ده اهي الطريقه دي كده.
هرجع الخرزة اللي جنبيها واحط خرزة من اللون الاصفر، خرزة من اللون الابيض، واقفل الحلقة بالشكل ده اهي بالطريقة دي كده. بقى معانا مرتين خرزة باللون الابيض وخرزة باللون الاصفر، هنعمل كمان مرتين عشان يبقوا 4 مرات. اهم حاجة ما ننساش زي ما احنا ما عملنا هنا تناقص، في الاخر برضو بنعمل تناقص. الغرزة الاخرانية انا ما بشتغلش فيها عشان اطلع للدور اللي بعدها بالشكل ده، واقفل الشغل بالطريقة دي كده. احط خرزة باللون الاصفر، خرزة باللون الابيض، واقفل الشغل بالشكل ده كده. انا عشان اعمل التناقص زي ما قلت لكم هشتغل على الخرزة دي بس. احط طرف الخيط كده، في طرف الخيط اللي من تحت دوت بطلع بخرزتين باللون الابيض، خرزتين بالشكل ده كده كده عشان اطلع للدور اللي بعديه على طول. بقت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. يا رب تكون واضحة معاكم بالطريقة دي. انا هنا كده هعمل ايه؟ برضو هعمل عملية تناقص، هشتغل على الخرزة الصفرة دي مش هشتغل على الخرزة البيضة كده. انا عملت ايه؟ طلعت من الخرزة الصفرة. هنا انا هعمل ايه؟ هحط خرزة من اللون الاصفر وخرزة من اللون الاحمر وخرزة من اللون الاصفر بالشكل ده كده. معانا 3 خرزات، خرزة من اللون الاصفر، خرزة من اللون الاحمر، وخرزة اصفر، واقفل الحلقة بتاعتي وابتدي اشتغل بالشكل ده اهي بالطريقة دي. هعمل ايه؟ الخرزة اللي بعدها هحط خرزة باللون الاحمر وخرزة من اللون الاصفر، خرزة من اللون الاحمر وخرزة من اللون الاصفر. انا هنا كده بعمل البق بتاع بوجي بالطريقة دي اهي بالشكل ده كده. بقفل الحلقة. فاضل معانا خرزتين برضو، هحط خرزة باللون الاحمر وخرزة من اللون الاصفر بالشكل ده، خرزة احمر خرزة اصفر، وهعمل الحلقة بتاعتي بالشكل ده كده. انا هنا الخيط ابتدى يخلص معايا، احط خرزة من اللون الاحمر وخرزة من اللون الاصفر بالطريقة دي اهي. بص انا ماشية معاكم واحدة واحدة اهي بالشكل ده اهي. انا كده الخيط خلص معايا. هعمل ايه؟ هدخل طرف الخيط كده وانزل كده الخرزة اللي جنبيها، ان انا اخلي طرفين الخيط يتقابلوا مع بعض بالشكل ده. خد الطرف التاني اوسع لنفسي كده. لو الخرزة ضيقة طبعا احنا معانا القصافة بتاعتنا
والبنز بالشكل ده بالشكل ده كده. ببتدي اهو بوسع لنفسي ازاي كده اهو عشان اخرج اخلي الخيط عندي متقابلين كده مع بعض كده، وابتدي اعمل العقدة بتاعتي بالشكل ده. اهم حاجة عشان الشغل كله يبقى متثبت كده، للي خيط خلص معايا وما بيعرفش يعمل ايه بالشكل ده اهو. اديني بعملها لكم واحده واحده بالطريقه دي كده. والزياده دي انا ببتدي اقصها بالشكل ده اهي. بالشكل ده بعمل ازاي. هنبتدي للجزء اللي بعده. هنعمل هنا ايه؟ هقطع طرف خيط الاول بالشكل ده هبتدي ان انا هشتغل على الخرزة الحمراء، بس هنا هبتدي اعمل تزايد مش هعمل تناقص. طبعا بوسطن الخيط بتاعي بالشكل ده. هنا هبتدي اعمل ايه؟ طبعا هحط خرزتين من اللون الاحمر. اهم حاجة تبقوا عارفين الالوان بتتحط ازاي. وخرزتين من اللون الاصفر بالشكل ده. وباجي في اخر خرزايه بدخل طرف الخيط بالشكل ده كده وهشد اهي الخيط. هنا هحط خرزتين من اللون الاسود، هو ده اللي هيثبت معانا الشغل بتاعنا اهي كده. باخد الطرف التاني اهي بالشكل ده كده. معلش هثبته معاكم اهي. بصوا بالشكل ده. باخد طرف الخيط اللي من تحت زي ما احنا متعودنا ادخلها في الخرزه اللي جنبيها احط خرزه من اللون الابيض وخرزه من اللون الاسود بالشكل ده اهي. بس هتبتدي توضح معانا اهي بالشكل ده. هرجع اعملها كمان مره. احط خرزه من اللون الابيض وخرزه من اللون الاسود، خرزه من الابيض وخرزه من اللون الاسود بالشكل ده. واعمل حلقه كده في اول خرزايه وهشد الشغل بالطريقه دي اهي بالشكل ده. الخرزه اللي بعدها اخر خرزه اللي هي باللون الاحمر. طبعا انا هشتغل برضو من طرف الخيط ده عشان انا بعمل تزايد. احط خرزه من اللون الاسود وخرزه من اللون الاحمر بالشكل ده. وهقفل الشغل معانا كده بصوا الشكل. فاضل الخيط طلع معانا من تحت. بلف الشغل وهعمل ايه؟ احط خرزه من اللون الاصفر، خرزتين من اللون الاصفر وخرزه من اللون الاحمر. معانا 3 خرزات. وهقفل الشغل بالشكل ده
بصوا اهي بقت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. انا خلصت الدور ده. هبتدي هنا اعمل ايه؟ هشتغل على نفس الدور خرزتين باللون الاصفر وخرزة باللون الاحمر بالشكل ده، وهقفل الشغل بتاعي بالطريقه دي كده اهي بالشكل ده. بصوا معانا كده.